نبدأ ببسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وراء كل نجم حكاية، ووراء كل ابتسامة سر. أهلا بكم في مصر بلس. في ليلة هادية من ليالي العباسية كان في طفل صغير بيقف قدام المراية بيقلد المدرسين والجيران وأصحاب المحلات. كان بيضحك نفسه قبل ما يضحك اللي حواليه. الطفل ده كان اسمه محمد عوض. وقتها محدش كان يتخيل ان الولد ده خفيف الظل هيكبر ويبقى واحد من اهم نجوم الكوميديا في تاريخ مصر، وان حياته نفسها هتتحول في اخر ايامه الى قصة مؤثرة جدا فيها نجاح وحب ومرض ووفاء نادر. محمد عوض اتولد في 12 يونيو سنة 1932 في حي العباسية بالقاهرة. من وهو صغير كان عنده حلم غريب شوية، كان نفسه يبقى ضابط في البحرية، وكان متخيل نفسه واقف على سطح سفينة والهوا بيضرب في وشه والبحر مفتوح قدامه، لكن القدر كان مخبيله بحر من نوع آخر وهو بحر الفن. دخل كلية الآداب في جامعة عين شمس ودرس الفلسفة، وبعدها قرر إن هو يستمع لصوت قلبه ويدخل المعهد العالي للفنون المسرحية. وهنا بدأت كل شيء يوضح وكل شيء يتفهم. جوه المعهد لفتت نظره زميلة هادية اسمها قوت القلوب عبد الوهاب. الحب بينهم بدأ ببساطة من نظرات وكلام عن الفن والمستقبل، وبعد التخرج اتجوزوا فورا. عاش الاتنين مع بعض ما شاء الله قصة حب حقيقية بعيد عن الضجيج، وأنجبوا 3 أبناء: عادل عوض، عاطف عوض، وعلاء عوض. وكأن البيت كله اتبنى على الفن والضحك والحب. أول محطة مهمة في حياته كانت مسرح الريحاني. كان بيعشق هذا المسرح بشكل استثنائي، وكان بيشعر إن الوقوف على خشبة مسرح الريحاني حلم العمر. بمجرد ظهوره لاحظ الجميع إنهم أمام موهبة مختلفة. صوته ليه نغمة خاصة معينة، حركاته محسوبة، تعبيرات وشه وحدها كانت كافية إن هي تنتزع منك الضحك. نجوميته انفجرت بسرعة وأصبح من أكتر الفنانين شعبية في مصر والعالم العربي. قدم عشرات المسرحيات اللي أصبحت علامات في تاريخ السينما، منها الطرطور والعبيط ومراتي تقريبا ومجرم رغم أنفه. وفي السينما تألق في إخواته البنات، حب فوق السحاب، الولد الغبي، سفاح في مدرسة المراهقات. وتألق في الدراما، ومن أشهر أدواره كان شخصية شرارة في برج الحظ. الدور ده تحديدا خلى اسمه محفور في ذاكرة الجماهير. وراء الكوميديان كان هناك إنسان شديد الوطنية. بعد نكسة 1967 استخدم سيارته الخاصة علشان ينقل الطعام والمياه للجنود على الجبهة، وساهم في نقل الجرحى من الجبهة إلى المستشفيات، وقدم عروض مجانية للعمال في السد العالي. وكان بيرى إن الفن رسالة، وإن حب الوطن فعل ومش مجرد كلام. مع مرور السنين دخل ولاده مجال الفن. عادل أصبح مخرج واتجوز من الفنانة رند عوض، وجابوا الفنانة جميلة عوض.
عاطف أصبح من أشهر مصممي الاستعراضات، واتجوز من الفنانة رانيا فريد شوقي، وعلاء عوض دخل مجال التمثيل وحقق شهرة ملحوظة في الثمانينات والتسعينات، وهكذا أصبح اسم محمد عوض ممتد عبر الأجيال. في الوقت اللي كان بيضحك فيه الملايين كان جسمه بيخوض معركة صامتة. محمد عوض أصيب بمرض السرطان. في البداية حاول المقاومة وكان بيتمسك بالأمل، لكن المرض استمر معاه 7 سنين كاملة، 7 سنين من العلاج والألم والانتظار. وخلال هذه الفترة بدأت حالته الصحية تتدهور تدريجيا وابتعد عن الأضواء. زوجته قوت القلوب كانت بتراقب كل شيء. ترى الرجل اللي أحبته بيتعب أمامها يوما بعد يوم، ومع الوقت أصيبت باكتئاب شديد. كان خوفها من فقدانه بينهشها نفسيا. تحول البيت اللي امتلأ بالضحك يوما ما إلى مكان صقيل مملوء بالحزن والترقب. وفي 27 فبراير 97 أسدل الستار، ورحل محمد عوض عن عمر يناهز 64 سنة، وساد الحزن الوسط الفني والجمهور. لكن الصدمة الأكبر جت بعد كده. بعد 40 يوم فقط من وفاته، ورحلت زوجته السيدة قوت القلوب. ما قدرتش إن هي تتحمل غيابه، وكأن قلبها كان مرتبطا بقلبه إلى الدرجة التي جعلت الفراق مستحيلا. واحدة من أكثر قصص الوفاة تأثيرا في الوسط الفني. مرت السنين وظن البعض إن اسم محمد عوض أصبح مجرد ذكرى، لكن في عام 2015 ظهرت الحفيدة جميلة عوض في مسلسل تحت السيطرة، ولفتت الأنظار إليها بقوة، وشاركت بعد كده في أعمال زي لا تطفئ الشمس وهبتة ولف ودوران، ليكتشف جيل جديد أن وراء هذا الاسم موهبة جميلة، وجدها كان أحد عمالقة الكوميديا. الرصيد الفني لمحمد عوض تجاوز 130 عمل بين المسرح والسينما والتلفزيون والإذاعة، لكن الحقيقة إن الأرقام لا تكفي لوقف تأثيره. محمد عوض لم يكن مجرد ممثل، كان حالة فنية خاصة، صاحب أسلوب لا يشبه أحد، وصوت بيعرفه الجمهور من أول كلمة. أحيانا أكتر الناس قدرة على إضحاكنا هم أكتر الناس ألما في الخفاء. محمد عوض عاش عمره يوزع البهجة على الناس، وحين اشتد عليه المرض وجهه بصمت. ولما رحل لم تحتمل زوجته الحياة بعده، لكن ما بقي هو الأثر. كل مرة نشاهد فيها أحد مشاهده ونضحك من القلب، نتأكد إن بعض الفنانين لا يرحلون أبدا، يرحلون بأجسادهم فقط، أما أرواحهم فتظل حاضرة في ذاكرة الفن وفي قلوب الناس إلى الأبد. أحبائي، كنتم مع سيرة الفنان الكبير محمد عوض. شكرا لاستمراركم معنا، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى مع فنانين آخرين. تحياتي لحضراتكم، وشكرا لدعمكم لقناة مصر بلس.